أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج العقرب. النهاردة هنتكلم عن الربع الأول من عام 2024. هنتكلم عليه مهنيا، وهنتكلم عليه ماليا، وهنتكلم عليه عاطفيا وصحيا، وكمان هنتكلم اجتماعيا وعلاقاتك العامة. برج العقرب، القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع للرجال والسيدات برج العقرب، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج العقرب، في الربع الأول بإذن الله هيكون عندك طاقة فرج، طاقة فرج من ربنا، والقدر هيلعب لعبته في حياتك. طاقة فرج من ربنا، والقدر يلعب لعبته في حياتك. برج العقرب، عندك في الربع الأول هتتخلص من طاقة نحس زي ما بنقول، أو طاقة تعطيل. هتفوز بشيء عظيم، بمكسب مالي، ممكن نقول بقوة رب العالمين إنه هيفتح لك طاقة فرج أو طاقة سعادة، سواء سعادة عاطفية أو سعادة مهنية ومالية. في الربع الأول أنا شايف طاقتك العامة هتكون بالنسبة ليك طاقة السيطرة. يعني طاقة السيطرة يعني هتحب السيطرة على كل شيء، هتحب تكون مصلحتك الأولى في كل شيء. هتلاحظ إن عجلة الحظ هتكون معاك شغالة، فهتلاقي نفسك في أشياء كتيرة أنت مكنتش متوقعها، يعني إنها تحصل لك أو إنها تيجي لك في حياتك، لكن هتلاقي الدنيا القدر جابها في حياتك. ممكن حصولك على مال، ممكن حصولك على قرض، ممكن حصولك على عملية بيع وشراء، ممكن كان ليك ميراث وانت يعني شايف ان هو مش هيجيلك، او مبلغ كانش هيجيلك. فكل ده يا برج العقرب هيكون بالنسبة ليك المال في الربع الاول متوافر بكثرة، وهيكون عندك ان شاء الله الحظ يعني في الارتفاع التدريجي القوي. بالنسبة لعلاقتك العاطفية هيسودها استقرار عاطفي، هدوء في العلاقة، في صلح بالنسبة ليك وإنهاء خلافات. ده بالنسبة للمنفصلين. هتلاحظ إن عملية تقارب وجهات النظر بدأت تحصل. هتلاقي إن الحبيب بيريد الرجوع إليك، بيحاول وبيسعى بكل الطرق إنه يرجع العلاقة تاني معاك أو يوصل بيك إلى نقطة التفاهم. بيوضح لك أسباب الاختلاف بينك وبينه أو سبب الخلاف، بيوضح لك إنه بعض المواقف اللي حس هو بها إنها زعلتك منه. هيحاول يسعى بشتى الطرق، وممكن يدخل لك مثلا حد من حبايبك أو حبايبه علشان يتوسط بينك وبينه عشان تتم عملية الصلح. وده كله بالنسبة للمنفصلين أو اللي عندهم اختلافات ومشاكل زوجية. فهيسود عندك حالة من الاستقرار العاطفي، هيسود عندك حالة من الهدوء العاطفي، هيسود عندك حالة من تقارب وجهات النظر، تقارب وجهات النظر بينك وبين الحبيب في هذه الفترة القادمة. بالنسبة للمتزوجين أيضا هيكون البعض منكم، مش الكل، في أمامهم سفر، ممكن من محافظة لمحافظة، من مركز إلى مركز، ممكن من مدينة إلى مدينة، أو من بلد إلى بلد. في سفر بالنسبة لأصحاب برج العقرب في الربع الأول من عام 2024. كمان بالنسبة للعزاب في فرص كثيرة لاختيار شريك الحياة المناسب في الربع الأول، ولكن ابتعد يا برج العقرب عن التردد. ابتعد انك تطلب كمان الشيء الكامل، يعني مفيش حاجة كاملة، لازم هيكون بينك وبين الآخرين في اختلاف أو في فروق فردية. فمش هتجد الحاجة زي ما انت راسمها بالظبط، ممكن تجيب مثلا بنسبة 90% في الحبيب اللي انت هتجده ليك، فده نسبة كويسة مش وحشة. فانت مش الشيء لازم يعني يكون بالظبط 100% علشان تقبله. فحاول ابتعد عن التردد عشان ما تضيعش فرص منك يا برج العقرب. بالنسبة لعلاقتك الاجتماعية مع الآخرين بيبقى فيها شد وجذب، بيكون عندك من النوع اللي انك انت بتزعل بسرعة، بتبتعد عن الناس بسرعة، بتاخد كل شيء بسرعة على يعني ممكن يكون عندك نسبة كبيرة
من إنك أنت بتتضايق بسرعة، بتحب الناس الدغري، بتحب الناس الصريحة، بتحب الناس الواضحة، بتحب الناس الصادقة معاك. في أي موقف أنت بتشعر إنه مش هو الموقف اللي أنت عايزه يعني يكون لصالحك بالظبط، فبيبقى بتحدث أي خلافات، بتلاقي نفسك بتتضايق بسرعة وبتبتعد عن الناس. لكن حاول إنك تطول بالك، ما تحكمش على الأشياء بتسرع علشان ما تخسرش الآخرين يا برج العقرب. حاول دايما إن يكون عندك عدم التسرع في إصدار الأحكام عن الآخرين، لأن كل واحد ليه ظروفه الخاصة بيه، وكل واحد ليه اللي جواه، يعني ما تعرفش إيه اللي جواه من هموم، من مشاكل. فحاول إنك ما تتسرعش في الحكم على الآخرين. برج العقرب بالنسبة أيضا للمال، هناك في مال قادم ليك، فاحتفظ بالمال، لأن المال اللي نقول القرش الأبيض بينفع في اليوم الصعب اللي تحتاج فيه للمال. البعض منكم هيغير وظيفة أو يترك وظيفة ويسعى إلى أخرى. البعض الآخر هيكون عنده روح المغامرة، إنه عايز يعني يعمل شغل، عايز يحرك نفسه، عايز يجيب شيء جديد لنفسه، فممكن يبدأ بمشروع جديد، والمشروع ده هيدر عليه أموال كثيرة. ولكن خلي بالك يا برج العقرب، وانتبه جيدا، إن المشروعات الجديدة اللي أنت عايز تعملها أو تترك عمل وتروح لعمل آخر، لا تترك عمل يا برج العقرب غير لما تتأكد تماما إنك ارتحت في العمل اللي بعده، عشان ما تندمش على العمل اللي أنت سبته. أو مثلا هتفتح مشروع جديد، فحاول إنك تدرسه كويس علشان تعرف إيه مميزاته وإيه عيوبه قبل ما إنك تبدأ فيه، وقبل إنك تسيب مشروعك الأولاني أو مكانك الأولاني. انتبه جيدا لهذه الثغرات يا برج العقرب، فالنجاح حليفك. وداوم بكل قوة على الشكر، فهتزداد النعم بالنسبة ليك الفترة دي، لأنه عام الفرج بالنسبة ليك، وعام الحظوظ الكويس بالنسبة ليك يا برج العقرب. أنا مش هطول عليك، ولكن لو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد، وإلى اللقاء.